ونتابع إلى اللاذقية الحبيبة، إلى لاذقية بني أمية، إلى الساحل الشامي. ينضم إلينا من هناك محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. حياك الله أخي محمد. حياك الله أخي أبو حفص. أخي محمد، ما هي آخر المجريات والتطورات لديكم لو تطلعنا؟ تفضل. نعم أخي أبو حفص، منذ يوم أن النظام يستدعي تعزيزات عسكرية ضخمة مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية والدبابات وسيارات البيك اب محملة بعناصر إيرانية روسية وأسلحة. يوم منذ الصباح قصف عنيف جدا استهدف قرى ناحية سلمى وبعض المحاور اتجاه الأكراد بالدبابات وقذائف ورشاشات صواريخ. بعدها حاولت قوات النظام مدعومة بضباط وعناصر روس وإيرانيين وعناصر من حزب الله اللبناني بالتقدم نحو محاور كفر عجوز، كفر دلبة، وترتياح وعين الجوزة، حيث جرت اشتباكات عنيفة جدا بين المجاهدين وميليشيات الروس، حيث سقطت القتلى والجرحى بصفوف عصابات الأسد إثر استهدافهم المجاهدين بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة. بعدها حاول النظام بمحاولة أخرى بالتقدم من محاور قمة النبيونس، حيث جرت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين المجاهدين والقوات الروسية تحت غطاء ناري كثيف جدا من القذائف والمدفعية الثقيلة وهجمات الصواريخ، بإسناد جوي من الطيران الحربي المروحي في تلة الشيخ محمد وتلة كوفي والجبل الأحمر والجغار. أهدأ بلوكات غاراته المحررة، حيث 16 غارة من القلع الحربي. هذا قال المروحي بالعالم، فكان المجاهد فقاموا بالسقط الثقيل مضادات، حيث وردت أنباء إصابة طائرة مروحية في الريف. يقوم النظام بتوقيف القصف الصاروخي على القرى المحررة من جميع المراصد والسكنات، حيث يسمع صدى أصوات القصف الذي يستهدف الجو سكن اليهودي إلى المدينة. عشرات القتلى والجرحى بصفوف القوات الروسية، أضرار كثيرة جدا بالأرواح والعتاد بصفوف العدو الإيراني الشيعي والروسي. أيضا وصول تعزيزات عسكرية أيضا إلى المدرسة الصناعية في مدينة الحفة، مكونة من 3 سيارات من نوع زيل و6 عربات للجنود، بالإضافة إلى عدد من سيارات الدفع الرباعي والمدفعية. حاول سميت الأسد بالتقدم نحو محارس المجاهدين في قمة النبي يونس، السيطرة على عدد من المحارس محرسين، والمجاهدون يكثفون التمهيد المدفعي للهون والرشاشات لاسترجاع المحارس. ما كان الاشتباكات أخي على أشدها في محاور سمكو في جبل الله جبل الأحمر، مع تساقط القتلى للقوات الروسية والإيرانية، ما تزايد وتيرة القصف من الطيران الروسي والقصف المدفعي بصواريخ الفيل والجراد. نحن أخي صفحات تشبهها على التواصل الاجتماعي تحاول زرع معنويات كاذبة للموالين النظام، حتى ينشرون أخبار تفيد الشبيحة السيطرة على عدد تلال اللاذقية. كما صرح النظام أن حربه الآن في ريف اللاذقية هي ليست حرب جولات، بل أصبحت قضية وجود ووصول أيضا اليوم للمجاهدين منذ قليل إلى محاور الاشتباك من حركة أنصار الشام وبعض الفصائل المجاهدة. وقضية اللاذقية منذ ساعات سيارات الإسعاف لا تهدأ وهي محملة قتلى وجرحى قوات النظام الآتية إلى من معركة اللاذقية حتى مع رشقات رصاص. أيضا انتشار أمني وانتشار حوادث سيارات في المدينة وأنباء تفيد بأدخال بعض الشبان. نعم محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل، لك جزيل الشكر. كان معنا من ريف اللاذقية. اللهم إننا نسألك فرجا قريبا يا رب العالمين، نسألك أن توحد صفوف وكلمة المجاهدين في سوريا. وإذ سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.